السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه وعلى آله ومن تبعه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الورقة التي تعنى بذكر السيدة أم أيمن بركة الحبشية، نحن نتكلم فيها عن شخصية استثنائية، عن شخصية تكاد تكون هي الشخصية الوحيدة التي شاهدت جميع أحوال وأطوار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا أقول فقط من الولادة إلى الوفادة أو من الولادة إلى الوفاة، بل حتى من قبل الولادة في أخبار حمل السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتبع ذلك من الأطوار المحمدية من الولادة فالطفولة فالشباب إلى ساعة الانتقال عن هذه الدار. وقد تكلم أخي الشيخ مراد عن كثير من الجوانب المتعلقة بالسيدة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويعني أكمل بناء على ما تكلم به في إكمال بعض المحاور المتعلقة بدورها وبشخصيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونفعنا الله بها. السيدة أم أيمن هي سيدة بركة بن ثعلبة بن عمرو. هذه السيدة كانت تلقب بأم الظباء وكذلك بأم أيمن، تكنى بولدها أيمن، وهذا أيمن جاء من زوجها عبيد بن الحارث الخزرجي. وأيمن هذا من الصحابة وكان له هجرة وكان له جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستشهد يوم حنين، ثم تزوجت بسيدنا زيد الحب كما سمعنا في الحديث: من سره أن يتزوج امرأة من الجنة فليتزوج بأم أيمن. السيدة أم أيمن ذكر ابن عبد البر وتبعه في هذا ابن الأثير، هو الوحيد الذي ذكر هذا أنها من الذين هاجروا إلى الحبشة، وخالفهم في هذا الإمام ابن حجر، ولعل هذا هو الأرجح. ولكن إن قلنا أنها هاجرت إلى الحبشة فهذا في حكمة محمدية نبوية، لأنها هي من بلاد الحبشة وتحسن لغتهم وتحسن معرفة تلك البلاد، وإن لم تكن معهم فهي كانت في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الشؤون وفي جميع الأطوار، فهي التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن توفيت أمه في الأبواء، ورجعت وهي تحمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتراعيه وتكون معه وتخفف عنه آلام الفقد لأمه، فكانت معه في لحظات لم يكن سواها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معه في لحظات منوعة ومختلفة وخاصة بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت تعيش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تزوجت سيدنا زيد، ثم بعد ذلك أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من زيارتها، فيكاد لا يمر يوم إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يرى السيدة أم أيمن. والسيدة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما ذكر أنها كانت من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي غسلت السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت كذلك عند تغسيل السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند تغسيل السيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهي رعت النبي ورعت أولاده ورعت أزواجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت كالأم الحانية التي ترعى ابنها حتى في كبره وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في صحيح مسلم أنها جاءت بطعام وفي بعض الروايات بلبن تريد أن تسقي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، فقال لها: لا أريد يا أم أيمن. فذكر الصحابة في الرواية فذهبت السيدة أم أيمن وهي تصخب عليه وتذمر عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يضحك ويقول: هذه أمي بعد أمي، يعني هذه تعامل الأم مع ابنها، وكان يعني يناديها ويدلعها على لغتنا ويقول لها يا أمه، وكانت ترعى النبي عليه الصلاة والسلام وترعى ضيوفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت تأتي له بالطعام وتصنع الطعام الخبز للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله هذا طعام نصنعه في بلادنا، فأشار لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تزيد في عجنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت كذلك كما ذكرنا حتى ترعى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنها كانت من الذين جهزوا السيدة فاطمة لسيدنا علي، فجاء في الحديث أن أم أيمن كانت تجهز السيدة فاطمة، فجاء رسول الله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وقف في الباب فاستأذن فأذن له فأذن له فقال أثم أخي؟ فقالت أيمن بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من أخوك؟ قال علي بن أبي طالب. قالت وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال هو ذاك يا أم أيمن، هو ذاك يا أم أيمن. وهكذا كان يعني السيدة أم أيمن ترعى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وترعى بناته وترعى ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت ترعى 7 عنزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتضيف منهم ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا هنا قصة من الطرائف، أنه جاء رجل اسمه أبو الجهجاه، أن جهجاه الغفاري قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام، فحضروا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، فلم يبقى في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيري، وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا، فأتيت عليه حتى حلب لي 7 أعنز، شربت الأول والثاني والثالث إلى 7، فأتيت عليها، أتى على الأعنز 7 كاملة. ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها، فقالت أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله. فقال ما هي أيمن؟ أكل رزقه ورزقنا على الله. فأصبحوا قعودا فاجتمع هو وأصحابه، فجعل الرجل يخبر بما أتي إليه، أنه مر وأتى باللبن على 7 أعنز وبالبرمة. قال جهجاه حلبت لي كذا كذا، فصلوا مع رسول الله المغرب، فقال فليأخذ كل رجل منكم جليسه، فلم يبق في المسجد غيري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت عظيما طويلا. فذهب بي رسول الله إلى منزله في مرة أخرى، فحلبت لي عنز فرويت وشبعت. فقالت أيمن يا رسول الله أليس هذا ضيفنا؟ هو نفس هذا اللي كان عندنا في المرة الماضية ما كفته 7 أعنز، واليوم كفته عنزة واحدة. فقال بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أكل في معي مؤمن الليلة، وأكل قبل ذلك في معي كافر، والكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في مع واحد. فشهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام عجائب القصص. وذكروا كذلك يعني شؤون عجيبة كيف كانت تضيف ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت تعمل لهم الخزبرة، وكانت تهدي لهم اللبن مع الصفحة من التمر، وكانت تهدي لهم الحليب، وكانت ترعى ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي لا بد أن نذكرها أنها كانت صاحبة اهتمام وفهم في فقه التحولات، لأنها عاصرت النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الشؤون والأطوار، ورأت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في الحوادث وينظر في الشؤون. فلذلك لما استشهد سيدنا عمر، وفقه التحولات يعني هو العلم الذي يتكلم عن الوقائع والأحداث والموقف الشرعي منها، كيف نتعامل مع الفتن من منظور نبوي محمدي في التعامل مع هذه الوقائع والأحداث. فكانت هذه السيدة أيمن صاحبة فقه في فقه التحولات، فلما استشهد سيدنا عمر قالت الآن وهل الإسلام، الآن وهل الإسلام، لأنه لا يخفى عليكم أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا عمر أنه غلف الفتنة وأنه قفل الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما النبي عليه الصلاة والسلام انتقل بكت السيدة أيمن، فسألوها قالوا ما يبكيك؟ قالت لا أبكي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة روحانية إلى اتصالها القوي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصلتها بالنبي عليه الصلاة والسلام قائمة دائمة دائبة، ولكن قال أبكي خبر الوحي الذي انقطع. قالت ما لي لا أبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لست أبكي ولكنها رحمة. وهكذا يعني في حادثة الإفك لما كلموها قالت حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت أو ظننت بها قط إلا خيرا. وكما سمعنا وقفت مع السيدة فاطمة في حادثة الفدك، وكذلك كانت ترعى سيدنا الحسن والحسين. يعني البحث موجود إن شاء الله، يعني يرسلوا لكم الأحباب حتى لا نطيل أنه باقي من الوقت دقيقتين.
وقال شاركت النبي عليه الصلاة والسلام عندما قضت بين يديه إحدى بناته، فقال لها: يا أم أيمن أتبكين ورسول الله عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. وهكذا كان الصحابة يتعهدونها بالزيارة، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، لما عرفوا من مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت يعني صاحبة يعني روح فكاهية وصاحبة طرافة. لما في حنين كانت تقول: ثبت الله أقدامكم، كما سمعنا، ثبت أي قطع الله أقدامكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم أيمن ثبت وليس ثبت. قال: اسكت يا أم أيمن، أنت عسراء اللسان، لست بعربية خالصة، لا ترطن العربية. وكانت تقول أحيانا: لا سلام عليكم، أو لا سلام، أو سلام لا عليكم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي فقط سلام، قولي فقط سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهها إلى ذلك. وقيل في بعض الكتب في سيرة ابن هشام أنها بكت النبي عليه الصلاة والسلام عند فقده، ورثته بهذه الأبيات: حين قالوا الرسول أمسى فقيدا، ميتا كان ذاك كل البلاء، وبكيا خير من رزقناه في الدنيا، ومن خصه بوحي السماء، بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء. وكما سمعنا أنها حضرت غزوة أحد وشهدت خيبر، وما حصل معها من كرامة السقيا. وإن شاء الله يعني حصل هكذا التكامل بين هذه الورقة وورقة الشيخ مراد في أخبار السيدة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحمد لله في بدء وفي ختم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.